ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وفيديو جديد معانا النهارده هنعمل مع بعض الجلاش بالجبنه. طريقته سهله جدا وسريع ومبياخدش وقت خالص. وحلو جدا وخفيف على المعده. هنعمله مع بعض وان شاء الله يعجبكم. ما خدش مننا وقت خالص وحاجه كده سهله وخفيفه. بصوا شايفين شكله بسم الله ما شاء الله عامل ازاي. يعني لونه جميل وطعمه حلو جدا والمكونات بتاعته سهلة قوي. يلا بينا نشوف المكونات بتاعنا. بس قبل ما نشوفها استأذنكم لو اول مرة تشوفوني يا ريت ما تنسوش تفعلوا زر الجرس وتدوسوا اشتراك وتعملوا لايك وما تنسوش بقى السبسكرايب للقناة عندي اللي في مطبخ نينا. يلا بينا نشوف بقى المكونات بتاعتنا. حاجات سهلة وبسيطة جدا. بجد هيعجبكم قوي وطعمه جميل جدا. معايا بقى زيتون ولبن وميكس كده من الجبن. ومعايا كمان طماطم مقطعاها مكعبات. ومعايا نص كوباية زيت هحتاجها معايا. ولفة جلاش كده حلوة جميلة هناخد اللفة كاملة. مكوناتنا سهلة جدا زي ما قلتلكوا. انا هبدأ معايا هنا بقى جبت البولة. حطيت فيها الطماطم اللي انا مقطعاها مكعبات. وبعدين معايا هنا جبنة بيضة وجبنة موتزاريلا. حطهم كده مع بعض في الطبق هنزل عليه بقى في البولة كده بتاعتي. ممكن كمان نضيف فلفل رومي او فلفل حامي يعني المتواجد عندك. لو حابة تزودي فلفل تمام ينفع. حابة تزودي اي انواع جبنة تاني تمام. حابة تعمليه بأي حاجة تانية غير الحشوة ديت ممكن تعمليه باللحمة المفرومة برضو حلو. بس أنا حبيت أغير بقى وقلت نعمله بالجبنة كده بيبقى سهل جدا وخفيف قوي على المعدة. يعني اللي هو الجلاش اللي هو باللحمة المفرومة بيبقى تقيل شوية. انا خلاص جبت بقى البولة وحطيت فيها الطماطم والزيتون والجبنة. وبعدين بدأت ان انا قلبتهم كده تقليبة خفيفة كده دمجت كل المكونات في بعض. وبعدين جبت بقى لفة الجلاش بتاعتي بفتحها كده بفردها ويعني بتعامل معاها بالراحة شوية عشان الورق ما يتقطعش مني. كل ما هو بيبقى يكون مفرود ومش مقطوع يعني النتيجة بتبقى احسن. فانا بصوا اهو بدأت بقى ان انا افرد الجلاش. بصوا شايفين شكله كده بقى. ما شاء الله يعني جميل جدا. وبعدين هجيب الصينية بتاعتي بدهنها زيت. جبت بقى صينية كده بتكون صغيرة يعني مش عايزة صينية يكون حجمها كبير علشان طبقات الجلاش تكون كده يديني طبقة حلوة كده في بعضيها. ما يبقاش رقيق او هش كده خفيف خالص بيقرمش. لا انا عايزة يكون في طبقة رقيق كده. لما اجي اكل الاقي طبقة رقيق احس بطعم الرقيق كده يكون كتير. فانا عشان كده استخدمت الصينية الصغيرة. لو حابين تستخدموا الصينية الاكبر من كده يبقى هنزود في لفة الجلاش. يعني لو استخدمت صينية اكبر من ديت ممكن نستخدم عليها لفتين جلاش. انا جبت البايركس بتاعي الصغير كده بدأت ان انا دهنتها زيت. وبعدين لفيت حطيت كده اول لفة جلاش معايا فردتها. وطلعت كده ايه الحتة من الجنب التاني يعني انا فرداها. بصوا طريقة الفرد بتاعتي عاملة ازاي. مش حطاها كده في النص او يعني عندي الجانب التاني دوت من الرقاق انا مطلعاه بره الصينية. علشان هقولكوا دلوقتي هنعمل بيه ايه. يعني انا لما اجي افرد ورقة الرقاق تفردوها بالطريقة ديت. ما تحطهاش كده في النص. لا انا عايزة ان انا بالطريقة دي كده بالظبط. ولما نيجي في نص الفيديو انا هقولكوا احنا عملناها كده ليه. ببدأ امسك بقى الطبقات بتاعتي كده كلها بنفس بنفس النظام. هجيب طبقة الجلاش وافردها زي ما قلتلكوا كده في البايركس بتاعي. وبعدين بجيب عليها واحط عليها ايه الزيت بديها كده دهنة زيت. علشان الزيت دوت بقى انا بحطه بين كل طبقة والتانية كده عشان يبقى مقرمش معايا كده وحلو. ما يبقاش لازق كله في بعضه كده. لا احنا زي عشان زي ما شفناه كده. ولما يخرج من الفرن ان شاء الله نشوفه مع بعض هيبقى شكله عامل ازاي. فاحنا عشان كده بنحط بين كل طبقة والتانية زيت. ببدأ بقى ان انا احط المكونات كده كل الطبقات بتاعتي بعدهم وبشوفهم كام واحدة. وبعدين بقسمهم على 2. يعني انا هحط الجزء كده من تحت وبعدين هشوف هي كام واحدة. وبعدين هكتفي بدول وهعمل ايه هحط بقى الجبنة بتاعتي اللي انا عملتها بالطماطم والزيتون.
وزي ما قلت لكم لو حابين تزودوا فلفل تمام، حابين تزودوا فلفل اخضر، فلفل رومي، ممكن كمان زيتون اخضر لو متواجد. فانا اكتفيت بس بالطماطم والزيتون والجبنه. ببدأ بقى ان انا خلاص قسمت الطبقتين كده، فببدأ ان انا افرد الجبنه بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه مع بعض دوت. ممكن كمان تضيفي فلفل الوان لو حابه. ببدأ بقى ان انا افرد الجبنه بالشكل دوت كده، يعني بفردها في البايركس بتاعي كده كويس. مش عايزاها طبعا تكون يعني كلها على بعضيها كده، لا انا لازم افرد عشان تكون معايا كويسة. بفرد بالطريقة ديت. وبعدين بقى هجيب بقى طبقة الرقاق اللي كانت خارجة من البايركس بتاعي بالظبط كده زي ما انتوا شايفين. ببدأ ان انا احطها الفها كده الناحية التانية. انا ليه عملت كده؟ علشان الجبنة بتاعتي ما تخرجش من الصينية، وما يحصلش اي بقى يعني ما تبقاش بقى تخرج من الصينية وتعجن بقى والبايركس بتاعي يتوسخ وتسيح كده في بعضيها. لا مش ده اللي انا عايزاه. انا عايزة ان انا اعمل الطبقة ديت زي ما قلت لكم كده. وبعدين انا قلبتها كده، غطيت بيها النص بتاع الجبنة، النص التاني هيبقى فاضي. هعمل بقى؟ الطبقة التانية اللي انا هحطها فوق الجبنة، طبقة الجلاش التانية اللي انا هحطها فوق الجبنة هحطها عكس. يعني احنا كنا حاطين الجلاش من الناحية التانية اليمين، ولما خلصنا الطبقة ووصلنا للجبنة انا عملتها طبقتها عليه. هنيجي بقى نوصل للطبقات التانية بتاعة الجلاش زي ما احنا شايفين كده. بصوا انا خليت الحتة التانية اللي فاضلة من الجلاش دي تكون برا من البايركس من الناحية التانية، علشان اقفل عليها من الناحية التانية. ما تبقاش عندي حتة مثلا فيها طبقة جلاش كبيرة والحتة التانية تكون فاضية، لا انا ببدأ ان انا اعمل زي ما قلتلكوا كده. بصوا حطيتها ازاي بالطريقة دي. بخلي انا طبقة الجلاش عندي من الناحية التانية عكس عكاس. ديت بتساعدني في ان الجلاش بتاعي ما يفرولش او ما فيش حاجة تخرج منه، فبيبقى شكله حلو جدا في التقطيع وفي التقديم. ما تبقاش حته خارجه منه مثلا شكلها مش لطيف او حاجه. لا انا بتعامل بالشكل دوت ان انا خلاص كده عملت الناحيتين يبقوا زي بعض. وفي الشكل كمان بيكون بيكون شكله حلو جدا، وبيكون شكله ظريف يعني، وطعمه كمان بيبقى جميل. اللي هو مش باكل حته احس فيها ان هي فيها طبقه رقاق والحته التانية لا. فانا زي ما قلت لكم كده، وبين كل طبقه والتانية برضو بحط زيت. بعمل بقى كده برضو في كل الطبقات اللي معايا، احط عليها زيت برضو. وبعدين دي اخر واحدة بقى بفردها كده بالراحة. لو في حاجة مقطوعة او حاجة برضو انا بحاول ان انا يعني افردها كويس علشان شكلها ما يبانش او ما تدينيش شكل مش حلو، شكلها مش لطيف او حاجة. ببدأ ان انا افردها في الجزء اللي هو عامل كده. وبعدين بقى الطبقة اللي هي كانت خارجة برا الصينية بصوا هلفها من تحتيها. بصوا اللفة عاملة ازاي قدامكم اهو بالراحة. بدأت ان انا احطها من تحتيها بالشكل دوت. ببدأ ان انا الف الجلاش كده كله تحت بعضه، علشان زي ما قلتلك مفيش حاجة تخرج منه او يتحرق او يحصل له اي حاجة. بيبقى معايا بالشكل اللطيف الجميل دوت. بعد ما خلاص طبقته انا بقى من كل الاتجاهات، ببدأ ان انا ادوس عليه دوسة خفيفة كده. وبجيب بقى الزيت برضو بديها اخر وش معايا كده بقى. ببدأ ان انا احط عليه الزيت طبقة خفيفة كده برضو. بصوا بعمل ازاي بالفرشة. مش عايزة يكون معايا اطراف كده عشان ما تتحرقش او يبقى شكلها وحش. خلاص انا كده دهنتها الزيت تمام. بجيب السكينة وببدأ ان انا بقسم بقى بقطعها كده قبل ما ادخلها الفرن، عشان برضو لما تستوي. احنا لو قطعناها بعد ما خرجت من الفرن الرقاق هيفرول معاكي ومش هيبقى حلو. فالاحسن ان احنا بنقطعه قبل ما ندخله الفرن. بشوف بقى تقسيمة الصينية بتاعتي، وببدأ ان انا بعمل بقسمها بالطريقة المناسبة لشكل البايركس اللي عندي. فانا هنا ببدأ ان انا اقطعه. وطبعا قبل ما ببدأ في اي حاجة انا بكون مشغلة الفرن. اي حاجة بتدخل الفرن انا بشغل الفرن قبل ما ببدأ في اي حاجة انا بعملها.
خلاص كده، خلاص انا خلصت التقطيع بتاعي. بصوا شكلها عامل ازاي. هجيب بقى كوباية اللبن دي، وكوباية صغيرة مش كبيرة عشان الرقاق ما يطراش منك او يعجن. كوباية صغنونة كده حلوة. بحط عليها اللبن، وببدأ ان انا افرده كده في البايركس، وبعدين بدخله الفرن على درجة حرارة 180 او 190 زي ما تحبي. بصوا بقى شكله ما شاء الله عامل ازاي. لونه ذهبي كده وحلو وجميل. وبصوا القطعة ماسكة بعضها ازاي، يعني لما اجي اقدمه مش هيكون متفرول مني او حاجة. اتمنى ان شاء الله ان الفيديو يكون عجبكم، وانتظروني في فيديوهات جديدة.